الناس اللي بتيجي بتشتكي بحموضة مستمرة أو غثيان أو انتفاخات أو بيحس إن الأكل بيقف في المعدة. وفي مرضى السكر بنشوف الأعراض دي بشكل متكرر، لكن مش كل مرة هنقول السبب الأدوية. أحيانا بيكون السبب في جرثومة المعدة الاتش بايلوري. مشكلة الجرثومة دي إنها بتعيش في جدار المعدة، ممكن ما تكونش في الأول بتسبب أي أعراض، لكن أحيانا كتير تبدأ تعمل التهابات في جدار المعدة ممكن توصل لمرحلة القرحة. والمشكلة الأكبر إن مريض السكر جهازه المناعي بيكون أضعف، فممكن الجرثومة تصاحبه وتفضل معاه مدة طويلة، والأعراض هنا بتتلخبط مع تأثير الأدوية. وعلشان بقى نوصل للتشخيص الأفضل لازم هنتأكد من عمل التحليل، سواء كانت العينة براز أو حتى اختبار التنفس. وطبعا هنتدخل بسرعة لو كان التحليل إيجابي، لأن الالتهاب المزمن في المعدة هيسبب اضطرابات في امتصاص الأدوية، وكمان هيأثر على السكر وتحكمنا فيه. ولو انت اهملتها وسبتها ممكن ترجع وتضرك اكتر. انا عايزك تتابع جهازك الهضمي، لان الاثار الجانبية بتبقى كتير وممكن تتعبك.